السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو نتاع اليوم شباب بزاف كيما راكم تشوفوا هذا البريوش خفيف ريشه. الوصفه راهي سهله بزاف بزاف وخاصه بالنسبه للمبتدئات ووصفه اقتصاديه. ما تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. في ريسيبيون هنا حكمت حبه تاع البيض، نحيت لها بياض البيض واحتفظت بالصفار باش ندهن به الوجه تاع البريوش. دور بياض البيض لهنايا هو يخلي العجينه متهويه، يعني كي نخفق بياض البيض شويه راه يدخل لي شويه تهويه وبالتالي يعطي خفه للعجين. درت 3 مغارف ونص نتاع السكر. هنا تقدروا ديروا حتى 4 مغارف 4 مغارف ونص باش اللي يحب الحلاوه بيان سور. وهنايا خفقت بياض البيض كما راكم تشوفوا وضفت لهنايا قشور نتاع البرتقال. تقدروا ديروا قشور تاع القارص للتنكيه بيان سور. وهنايا كما راكم تشوفوا ضفت كاس تاع الحليب يكون دافي وكاس نتاع الماء. قلت لكم هذه الوصفه بزاف اقتصاديه. هنا ضفت مغرف كبيره تاع خميره الحلويات وراني نخلط. ضفت لهنا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، خميره العجين. ضفتها هنا في هذه المرحله. تقدروا تقولوا يعني ضفتها في الوسط. هنا باسكو علاش الخميره ماذا بينا نضيفوها تقريبا في البريوش في المرحله الاخيره هنا باش تكون التفاعل يكون مليح. وهنايا الملح اكيد راكم راح تضيفوه من بعد وما تضيفوش من قبل لانه راح يقتل لكم التفاعل تاع الخميره. ضفت 4 معالق نتاع الزيت او 3 ملاعق تاع الزيت. وضفت لهنايا كاس كبير نتاع الفرينه. نحاول ندخل كل المكونات مع بعضها باش تتجانس مع بعضها ويكون العجين تاعنا ناجح. وهنايا كنت ضفت ملعقه كبيره نتاع لافاني. هنا حسيو كيفاش تحطوا لافاني مقدار شويه مليح باش ينكه لكم العجين ديالكم. ضفت لهنا نصف ملعقه كبيره نتاع الملح والكاس الثاني تاع الفرينه. نحاول نخلط جميع المكونات مليح. علاش راني ندير هذه العمليه؟ باش نحصل على عجين املس وناعم ومنتفخ وخفيف. وهنا ضفت الكاس الثالث نتاع الفرينه. راح نكمل نخلط بيدي كما راكم تشوفوا. كاين الفرينه هنا اللي تشرب راح تلم لكم العجينه تمتم، والفرينه اللي ما تشربش كما راكم تشوفوا راني نضيف غير بالعقل فيها. هنا الكاس الرابع راني نضيف فيه بشويه. هنا ضفتو كامل وراني نسيي نطب في العجينه. حاولوا تدخلوا المكونات في بعضها. هذا سر نجاح العجين، لازم المكونات تدخل مليح مليح في بعضها. كما شفتوا هنا عندي الكاس الخامس راني نضيف فيه بالعقل، يعني هنا شوفوا خضات لي حتى 5 كيسان. الكاس الخامس لهنا خضات لي منه النص، يعني عندي 4 كيسان ونص باش بدات تلم لي العجينه. شوفوا العجينه تاع البريوش حبيباتي خلوها طريه خفيفه، خلوها تلاصق في يديكم وراكم تلموا فيها. نفس العمليه مع عجينه البيتزا عجينه الخبز. حكمت الزبده هذيك وبديت ندخل فيها مليح. وهنا الحركه نتاع يدي اللي راكم تشوفوا فيها مهمه بزاف، تعوض البيتخا. انا راني ندخل في الزبده مليح في العجين ونحاول ندخل لهنا فيها الهواء. هذه العمليه مهمه بزاف، حاولوا ديروا كيما راني ندير انا. نضيف ملعقه نتاع الخل قبل ما نحط ملعقه نتاع الزبده، ندخلها مليح في العجين. دور الملعقه تاع الخل هذيك والخميره الكيميائيه راح يعطيكم خفه للعجين، وهو يعني في عوض المحسن تاع الخبز. ديت العجين ديالي يخمر حوالي نصف ساعه وهذه هي النتيجه. وهنايا جبت كميه من الزيت نحاول ندهن بها يديا ونرفد العجين ديالي بكل سهوله. هنايا نسيي ما نهبطش التخمار تاع العجينه باش ننجح، يعني باش تجيني هنا العمليه تاع الاختمار للمره الثانيه تجيني سهله. تاع الفرينه حكمت هذاك الجزء وبديت نفتح فيه، فتحته على شكل مستطيل. من بعد قصيت الاطراف دائما على شكل مستطيل ونزيد نوضع اشرطه مقطع اشرطه متساويه ونحط في الطرف ديالها باغيت تاع الشوكولا او اصابع تاع الشوكولا. انا استعملت شوكولا ماكسون عادي، قطعتها على شكل اصابع ووضعتها في الطرف ديالي. الفيديو هنا راح يوضح لكم كلش.
جبت لهنا هذا المول تاع الكيك. اذا كان المول ديالكم هنا يلصق، حطوا كما راكم تشوفوا هنا ورق الزبده بابي كويسون، تحطوه من تحت. تقدروا تدهنوا الاطراف ايضا بالزبده وترشوا عليهم شويه تاع فرينه وستفت الحبات ديالي. اما العجينه الثانيه اللي فضلت لي شكلتها على شكل خبزات صغيورين كما راكم تشوفوا، نفتحهم بسمك معين ونحط فوقهم شوكولا تاع الحليب تاع الغبره. وانتم هنا عندكم الاختيار، تحبوا تحطوا شوكولا عادي، شوكولاته تدهن باتا تارتيني، ولا تقدروا ايضا تحطوا المعجون، لكم الاختيار. ونفس الشيء اللي هنا كما راكم تشوفوا راني نلوي فيها على شكل خبزه. العمليه سهله بزاف. نحطهم في صينيه ونخليهم يتخمروا نفس الوقت اللي خليته يتخمر من الاول. انا خليتهم يعني خذات لي الوقت حوالي 25 دقيقه تخمروا لي مليح. بعدها حكمت صفار تاع البيض كما راكم تشوفوا، درت ملعقه تاع قهوه، ملعقه تاع زيت العادي، وملعقه صغيره تاع السكر. خلطوهم مليح ودهنوا بهم الوجه تاع البريوش. هذا الخليط راح يعطي لمعان للبريوش. وهذه هي العمليه بعد ما اكتملت عمليه التخمير كما راكم تشوفوا. نجي لهنا وندهن الوجه تاع البريوش. انايا حطيته على فور كان سخون، يعني في درجه حراره مرتفعه. ومن بعد قبل ما نحط البريوش ديالي هبطته على 180 درجه، وحطيت البريوش في الرف الوسط. اذا كانت الكوشه نتاعكم سخونه بزاف تقدروا تطلعوه للفوق على درجه حراره كما قلت لكم 180. هنا طيبته مده 40 دقيقه. اعطوا له الوقت الكافي لهنا باش يطلع لكم. ملاحظه صغيره لهنا، خلوا البريوش يتخمر لكم مليح في المرحله الثانيه باش تحطوه يطيب. هنا راكم راح تتحصلوا على هذه النتيجه الجميله. بسم الله ما شاء الله. شوفوا جاني خفيف ريشه، وندير راكم تاكلوه في الباتيسري. والله صدقوني هذا البريوش من اروع بريوش خدمته. مقطن وخفيف ريشه من الداخل. بالك تقولوا معجن، لا لا ابدا، راهو راح يجيكم خفيف. انا ديجا كي كنت نرفد فيه خفيف. الله يبارك. في الاخير نقول لكم ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. انا التزيين هنا كنت درته بسيط، رشيته بالسكر كلاصي من الفوق، وزدت له خطوط نتاع الشوكولا، هذه الشوكولا العاديه اللي نشروها تاع الفراك باتا تارتيني. نقول لكم ان شاء الله تنجحوا فيه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.